من اكتر الغرف اللي بتطلب مننا في معرض سمير الشناوي، الغرف اللي احنا هنوريها لكم النهارده في الفيديو. غرف الحمد لله بنشتغل فيها بقالنا سنين، والحمد لله لغاية وقتنا هذا بتطلب مننا وما احناش عارفين نبطلها. والحمد لله بتتاخد من على الصفحة بتاعتنا وبيتقلد، وبيرجع الزبون يكلمني يقول لي اجيب الاكسسوارات منين، او اجيب الشكل ما طلعش زي ما هو، والحاجات دي كلها. اللي عاوز يتعب نفسه يعمل كده، واللي عاوز يريح نفسه يكلمني ويبعت لي على الواتس، وانا اقول له جميع التفاصيل اللي هو عاوزها والسعر وكل حاجة. انما النهارده انا ممكن اقول السعر النهارده الغرفة دي بتتباع مثلا ب45,000 جنيه. ماشي ماشي. بس احنا بنتكلم على الخشب الطبيعي، في حاجات تانية بتبقى كونتر وفايبر ممكن تجيب ال3 أوض بال45,000 جنيه. احنا بنتكلم على الخشب الطبيعي. تمام. فممكن تيجي انت بعد مثلا شهر شهرين تيجي تطلب مني الأوضة، تكون الأسعار اتغيرت، ترجع تقول لي أنا كنت طالب منك في الفيديو اللي انت عارضه وما عندكش مصداقية والكلام ده اللي بيتقال. فاحنا بنسيب لو اي حد مهتم وقت ساعتها بيبعت لي على الواتس وانا بقول له سعرها. تمام. ومش كل صوابعك زي بعضها، النهارده في مستويات في الشغل. يعني النهارده ممكن تلاقي اوضه النوم اللي انا بعرضها دي النجاره المستوى الاول، ممكن تلاقيها معموله في مصنع تاني بمستويات تاني. الدهان برضه بيفرق، كل الحاجات دي بتفرق. احنا الحمد لله بنعمل الحاجة بسم الله ما شاء الله، دهانات فرن، أبلكاش طبيعي، زان، قشر طبيعية جوه وبره، زي ما انا بوضح كده. وكل حاجة احنا بنصورها لكم على الطبيعة. لو انت متابع الصفحة من زمان، كل حاجة بنصورها على الطبيعة بإيدينا، وما بنخليش حد يسوق لنا ولا أي حاجة. احنا بنصور وبنعرض وبنتكلم معاكم بطبيعتنا كده. واللي بيحب بيشرفنا في معرضنا سمير الشناوي في دمياط. اللي عاوز الشغل بيجيله على الفيديو اللي هو مختاره. بس اهم حاجة تقولوا لنا رأيكم وتصلوا بينا على النبي. تمام. انما بالنسبة للاسعار انا ممكن اقول اسعار زي ما اي معرض، في معارض، بعض المعارض بتعرض اسعار وهمية. ممكن يقول لك على الاوضة دي ب25,000 جنيه، وساعة ما انت تيجي تطلبها يقول لك والله خلصت، لسه في التصنيع، تعالى شرفنا وشوف اللي موجود. بس عشان يجيب رجلك، تاخد بالك؟ ده اهم حاجة تاخد بالك منها. ده اللي بيحصل. انما اللي عنده مصداقية هتبعت له على الواتس، هتستلم على الكلام اللي هو قاله لك على الواتس، او تيجي تشرفه في النار. بس قبل ما تيجي، لو انت طالب غرفة نوم وعاوز تشوفها في المعرض، لازم تأكد على صاحب المعرض. يعني مثلا اوضه نوم زي اللي انا بعرضها دي، انت عاوز تجيله في المعرض لازم تاكد عليه، تقول له انا عاوز جاي اشوف اوضه النوم ده، هيقول لك مثلا احجزها، او تعالى شرفني في اليوم الفلاني ان شاء الله هتبقى موجوده. ده الكلام الطبيعي. انما ما تجيش على صاحب المعرض فجاه تقول له انا جاي اشوف الاوضه. طب ما هو صاحب المعرض كل يوم بيجي له شغل، وكل يوم بيمشي من عنده شغل. انت واخد بالك؟ في ناس بتبقى دماغها جايبها لكده. فاحنا بنحب برضه نوضح عشان اللي جاي على سفر ما يجيش المشوار على الفاضي. قبل ما انت تيجي اكد على صاحب المعرض، قول له انا عاوز اوضه النوم دي، حاجه الاقيها موجوده، هيقول لك ادفع عربون وتعالى استلم. ده اللي هيحصل. ما يهمش، انا بخش في مواضيع مختلفه كده، بس دي حاجات احنا بنشوفها يوميا. انما بالنسبه للخامات والتشطيبات الحمد لله انا بشتغلش الا في مستوى واحد، اللي هو الزان. زي ما انتم شايفين الادراج بتبقى زان، والتشطيبات كلها فرن، والابلكات سه. تمام. وان شاء الله هنزل فيديو قريب، لازم هجيب الخشب السه والخشب الفايبر، واوضح لكم الفرق بين الاتنين. وانتوا بقى لكم حرية التصرف، عشان برضو في ناس ما بتبقاش اخده بالها من فرق الخامات. تمام. ودي اوضة النوم احنا عارضين منها 2 تشطيب. تمام. في تشطيب في الاول وده تشطيب في التاني. يعني دي داخل فيها الاوف وايت في اللون التركي. تمام. والتانية كلها لون اوف وايت. والاتنين بسم الله ما شاء الله شغالين جدا، والحمد لله.
بس اهم حاجة يبقى وانت بتطلب شغل مش موجود في المعرض يبقى قدامك وقت. ما تجيش مثلا على دخلة العيد دي، مثلا في ناس بتطلب بيقول لك عاوز الشغل، فبيجي في دخلة العيد دي صاحب المعرض ما بيقدرش ينفذ، وهو برضه بيتظلم في الوقت اللي هو فيه. حتى لو اتعمل له شغل ممكن يبقى الصناعية بتبقى كله مضغوط، فالشغل ممكن ما يطلعش بالجودة اللي انت عاوزها. فأفضل حاجة ادي لنفسك شهرين 3 تمام لو شغل هيتعمل تفصيل. وبرضه النقطة اللي أنا عاوز أتكلم فيها، إن في ناس يقعد يقول لك الشغل بتاعك عمولة ولا جاهز. أنا بسألهم إيه الفرق بين العمولة والجاهز؟ حد يجاوبني وشكرا.